السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب يكونوا دايما بخير. بحبكم جدا جدا. وصفتنا النهاردة تنفع لرسم الايد، تنفع لشيب الشعر، تنفع بديل الصبغة. جميلة وسهلة، ويلا بينا على طول عشان ما نطولش عليكم الفيديو. هنجيب 3 معالق سكر، سكر ابيض عادي 3 معالق زي ما انتوا شايفين. انا مش عايزة اطول عليكم الفيديو. طبعا احنا كمان هنضيف 2 معلقة قهوة او بن سادة، مش متضاف عليه اي اضافات، هو سادة بس. يبقى 3 معالق سكر، معلقتين بن، 3 معالق شاي احمر، شاي عادي اللي هو موجود في كل بيت، 3 معالق، ومعلقتين بن و3 سكر موجودة في كل بيت. كل المكونات ديت مش هتحتاجي تجيبي حاجة من بره. دلوقتي هتحتاجي ده معلقة بس قرنفل، وانتوا عارفين القرنفل دوت فوائده عاملة ازاي، جميلة جدا حتى الشعر، لإنبات الشعر والشيب الشعر جميل ومفيد جدا جدا. طبعا احنا هنحتاج، او هو قرنفل او بيقولوا عليه مسمار، موجود عند العطار. يعني كل حاجة موجودة، مش هتحتاجي تجيبها اي حاجة، هتلاقي كل حاجة موجودة عندك في البيت. دلوقتي احنا خدنا الحاجة دي كلها، هنضيفها ونحطها في اي حاجة عشان النار. هنقلبها لحد ما السكر يتكرمل معانا. هتحس ان في خلاص السكر بدأ يدخن كده ويتكرمل، مش يتكرمل قوي يعني، هو ان احنا زي ما بنسخن كده الحاجات اللي هي في الحلة كده، عايزينها تسخن وتطلع الريحة بتاعتها، والسكر يتكرمل عشان يدينا لون احمر وجميل جدا زي ما شفتوا في اول الفيديو. دلوقتي هتحس ان بدأ السكر يتكرمل معانا، وتحس ان هو بدأ يدخن كده شوية. هنحتاج بس نضيف عليه كوباية مية، مج مية اللي هو موجود في اي بيت دوت. هنضيف عليه دلوقتي مج مية، بس خلي بالك عشان النار وعشان ما تتلسعيش. الوصفة دي جميلة جدا ومفيدة كمان لو انت حابة ان انت تعملها لشعرك، لو في التهابات كمان في الفروة او في اي حاجة، جميلة جدا وكل حاجة فيها مفيدة. حابة ان انت تعمليها على ايدك ترسمي بيها عادي، حابة ان انت عايزة تغيري لون شعرك. بالنسبة للون الشعر هتحبي ان هو هيطلع معاك لون بني وجميل جدا. هتغيري بدل الصبغة والحاجات اللي هي بتعمل تساقط للشعر وتحرق الشعر، ده كمان هيبقى مفيد لفروة الراس. طبعا احنا دلوقتي بدأ ان هو يغلي معانا، فاول ما يعمل غليان 5 دقايق بس، هنحط على النار 5 دقايق، وممكن كمان ان احنا نغطيه عشان يدينا لون جميل جدا. بدأ بصي شايفين اللون عامل ازاي، تحفة وجميل جدا معاكي وكمان مفيد جدا. يعني احنا مش حاطين اي حاجة تضرك، حتى لو كده مش هتضرك. احنا دلوقتي بنجرب كل حاجة معاكي، وكمان زي ما شفت في اول الفيديو انا كنت عاملة الملوكة تجربة وسبتها تخمر، وهقولك على كل حاجة دلوقتي في الفيديو وهنعمل ايه وهنضيف ايه تاني. يعني لسه في حاجات هنضيفها عشان تثبت اللون، خليكي معايا. دلوقتي انا كنت مغطياها، شفت اللون عامل ازاي، جميل جدا جدا. هنسيبها 5 دقايق، اول ما تغلي هنسيبها 5 دقايق. حابة ان انت عندك شعر ابيض، وحابة ان انت كل ما بتيجي تصبغيه صبغة بيرجع تاني، ده الوصفة دي جميلة جدا. هتعمليها زي ما انا دلوقتي هعمل كل حاجة، امشي معايا بالطريقة، وكل حاجة انا هعملها لرسم الايد او ترسم على الايد او تحني الايد او الرجل او اي حاجة. اعملي كل حاجة ديت، الوصفة كلها اكن للشعر، وهقولك هتعملي ايه. دلوقتي احنا ما سيبناها 5 دقايق وسبتها دقيقتين برا تهدى بس معايا، هي دافية وكل حاجة لسه ما بردتش. بص كل حاجة انا صفتها عشان ما يبقاش في اي شوائب. هنحتاج حنة خضرة دي من عند العطار، ما فيش اي اضافات عليها، بس حنة يعني هتجيبها حنة ممتازة يكون كويسة يعني. دي حنة خضرة ما فيش عليها اي اضافات. انا هجيب اي حاجة بس صغيرة كده، هعمل معاكم تجربة. مش محتاجة عشان احنا كنا عاملين قبل كده.
هحتاج بس 3 معالق. انت عايزة تضعف الكمية براحتك، عايزة تعملي للشعر براحتك، انت هتضعف الكمية وهتضعف المية، بدل ما يبقى مج واحد مية هتضعف المعالق، وهتضعف كوباية المية يبقى كوبايتين 3 4 زي ما انت عاوزة، حسب ما انت عاوزة، وتضعف كميات السكر والقهوة والشاي والحاجات اللي انا عملتها. طبعا احنا هنحتاج معلقة خل بس على الحنة عشان يثبت اللون ويدي معانا لون جميل جدا اما تخمر، وهقولك هتعملي ايه دلوقتي. دلوقتي احنا حطينا معلقة الخل على الحنة، هنفضل نضيف شوية بشوية عشان الحنة معانا ما تبقاش فيها اي تكتلات او اي حاجة. دلوقتي احنا خدنا بس كام معلقة بسيطة كده، هتحس ان هي برضو لسه ناشفة، بس لازم نقلبها مع الخل كويس، وهنضيف شوية بشوية لحد ما تكون معانا ولا لينة قوي ولا تقيلة قوي، هتكون متماسكة، عشان بنحب، في ناس بتحب تعملها على الصوابع ما تقعش منها. هجرب لك دلوقتي هنعمل ايه. فبيحبوا ان هي تفضل ثابتة على العقل الصباع. لو احنا خليناها ناعمة جدا او طرية جدا عمرها ما تمسك على الصباع وهتقع منك. عايزة ان انت حابة تخليها طرية شوية، ممكن تجيب قرطاس وتحنني بيه عادي، تعملي بيه اي شكل، اي وردة او اي حاجة. دلوقتي انت بنضيف شوية بشوية قدامك زي ما انت عايزة. كل الحاجات اللي احنا حطيناها دي طبيعية وجميلة ومفيدة جدا جدا، وحابة ان انا اقولك ان هي تبقى جميلة على ايدك وكل حاجة، بس حباها انا بحب اعملها لشعري، بيبقى اللمعان والطراوة، وكمان الفروة كمان بينضف فروة الشعر، جميلة جدا جدا. وكمان في ناس جربوها كمان للشيب، جميلة وتحفة، بتغطي الشيب وتقعد معاكي فترة كبيرة جدا. بس انتي بعد ما نعجنها هقولك لو على الايد هتعملي ايه دلوقتي، بس انا حابه ان انا اوريك السمك بتاعها دلوقتي، وهقولك انت هتحطها على ايدك فتره قد ايه، وهتغسلها، وبعد ما تنشف هتشيلها ازاي، مش هنغسلها بميه، وهتحط ايه بعد ما نشيلها من على ايدينا. بصي تمام، شو دي السمك بتاعها. ممكن تحتاجي تاني حسب ما انت عاوزه، بس ما تخليهاش طريه جدا عشان ما تقعش من على ايديك وتسيل، مش هتبقى حلو. انا حابه اوريك ان انا في حبايبي بيحبوا يحطوها على الصوابع، هقولك ان هي مش هتنزل من على الصباع ولا اي حاجه. هجرب لك دلوقتي وهي على صوابعي ان هي لو طريه هتقع من على الصباع ومش هينفع. انما دلوقتي شايفه اللون. وكمان هنسيبها تخمر يوم، لو انت عجناها من بالليل سيبها لتاني يوم الصبح. يعني انا دلوقتي انا عجناها بالليل، هسيبها للصبح عشان تدي معايا اللون اللي انا محتاجاه. انت اعملي كمية براحتك وغطيها، او اي حاجة عندك وبسترتش وغطيها، او بكيس اسمر، بس اهم حاجة يكون في مفيش ضوء، لازم أن يكون في جو يعني ضلمة وكده مفيش نور. وتغطيها من بالليل للصبح، انت عجنها الصبح استخدميها بالليل. دلوقتي انا حابة مثلا لو انا عايزة اعملها في القرطاس، هتزوديها شوية عشان تبقى تنزل من القرطاس ما تبقاش تقيلة، يعني تخليها لينة شوية. انما انا دلوقتي محتاجاها ان انا اعملها على صوابعي، اعملها على ايديا من هنا يعني عشان ما تقعش مني. فلو حابة ان انا اعملها في القرطاس هبقى ازودها شوية عادي، بس انا حابة ان انا اوريكي ان هي مش هتنزل من على الصباح ما تعملي، وهتسيبها تنشف. ممكن تسيبها ساعتين 3، في ناس بتسيبها 6 ساعات، في ناس بتسيبها تنام بيها، تلبس كيس يعني في ايديها او كده زي حبايبنا السودانيين بيعملوها، وبيحطوا عليها اكياس وكده، وبتفضل مدة كبيرة عشان تديك اللون الاحمر او النبيت الغامق، بتبقى اللون تحفة. وانا كمان دلوقتي بجرب لك، وانا لسه هي ما خمرتش معانا، انا دلوقتي لسه انا بجرب لك. انت لو حابة ان انت تعملي على ايدك كده من غير القرطاس هتبقى برضو حلوة برضو، بس هي لازم تستخدم بعد ما تخمر، ما ينفعش ان انت تعجنيها وتستخدميها على طول، مش هتنفع. دلوقتي مثلا انا حطيت دلوقتي الحنة وسبتها ساعتين 3 4 براحتي حسب لحد ما تنشف خالص معانا، تلاقيها نشفت خالص بتقع من ايدك. جيبي منديل وتقشريها، جيبي فازلين بعد ما تقشري الحنة تمسحها بمنديل، ما تغسلهاش بمية، مسحيها بمنديل، وتجيبي الفازلين وتدهني الفازلين وتلبسي كيس، هتلاقي بعد ساعة
من الفازلين هتلاقي اللون بقى تحفة زي ما انت شفت كده في اول الفيديو. تحفة تحفة تحفة. وكمان استخدمها لشعرك هيديك نتيجة روعة روعة روعة، احسن كمان من الايد، ويبقى مفيد جدا معاك وكل حاجة طبيعية. ويا رب الفيديو يعجبكم، ما تنسونوش في اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان بحبكم جدا جدا. واي حد عنده سؤال يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه. مع الف سلامة.